في وسط الإدانات والصرخات والتنديدات بالضربة الإسرائيلية للدوحة وانتهاك السيادة القطرية، بيتضح لنا إن أحيانا من الرعب اللي انت فيه أحيانا بتطلع كلام بيتحسب مش عليك. ده بيبين حقائق وبيبين انت كنت فين بالظبط وموقعك فين. رئيس وزراء الخارجية القطري وتلعثمه في الكلام خلاه ينطق كلمة يمكن ما اعتقدش ان في بعض الناس اخدت بالها منها. قال يا نتنياهو، لما انت كنت بتقول وبتتكلم عن شرق اوسط جديد، هل كنت بتقصد برضو خليج جديد؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدع ده؟ ايه الصراحة المفرطة دي؟ يعني انت ما كانش عندك مانع ولا معترض ان يتم تقسيم الشرق الاوسط، ولا يتم اللعب في سوريا ولا في تركيا ولا في مصر ولا في الاردن ولا في فلسطين. المهم انت كخليج تبقى كويس، وعلشان كده اتغطيت بمين؟ بامريكا. وفجأة فقت، مش على قفا ولا على قلم، ده انت فقت على، يعني طلع من دماغك. فانا بصراحة على رغم كل الكلام ده كله ببعت برقية شكر لنتنياهو عشان حاجة واحدة، عشان فوق اخواتنا. والله يعني احيانا بيقولوا رب ضارة نافعة، علشان يصدقوا كلامنا. يا جماعة خلي بالكم، يا جماعة هم داخلين على ثرواتكم، يا جماعة اللي متغطي بيهم عريان، يا جماعة. وقلنا كتير واتهمونا بالخيانة، اتهمونا ان احنا مواليين، اتهمونا ان احنا باصين لهم، اتهمونا ان احنا عايزين اموال الخليج. يعني ويقول لك استثمارات، احنا بنعمل استثمارات. يا سيدي يا حبيبي، انت دور ما تفكرش ان هو بعد ما ياخد خيراتك هيحافظ عليك، لا. بس لما حصل ده فاق، وفاق قوي. اللي لحق نفسه وفاق بدري كان الكبار، علشان الكبير بيبقى مركز برضه. يعني ولي العهد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد، استشعروا استشعروا الخطورة. قال لك لا، احنا ومصر والسعودية وكلنا لازم نتجمع. ولا زالت كانت قطر لسه مش واخدة بالها. عمنا تميم ما كانش لسه واخد باله الظاهر، كان غايب عن الصورة. يقول لك مفاوضات، والمزايدات كترت على مصر. ولا احنا مش فاكرين؟ علشان بس ما ننساش. بس برضو بنرجع ونقول الحمد لله ان هم فاقوا. بس للأسف وهو بيفوق طلع الحقائق، عومها على الوش للناس كلها. وفي بقى يعني، وتخيل مين اللي أنقذ الموقف وأنقذ وزير الخارجية ده ذات نفسه. وإيه الأحداث اللي حصلت، والمخابرات المصرية قدرت إزاي تخترق جهاز زي جهاز الشباك الإسرائيلي. الحاجات بص، ده في تفاصيل وديتيلز كده يعني هتخليك ترفع القبعة وتقول كم أنت كبيرة يا مصر. بس علشان نكمل محتاج شير على أعلى مستوى. تحيا مصر تهز التعليقات، والناس اللي كانوا بيقولوا لي انت اتأخرت ليه في اللايف، علشان انا بحب اجيب البهاريز. ما خلاص الضرب، ما خلاص اتعرفت ان هطلع اقول لكم والله ده اتضرب قطر واعضاء من حركة حماس ما خلاص كل ده اتعرف من الاخبار. احنا نجيب لكم التفاصيل الديتيلز. ما نجيبها احنا مش يعني مش همنا لا مؤاخذة غير ان اللي بيتابعني يبقى فاهم ايه الاحداث اللي بتدور وايه التحليل بتاعها، وفي نفس الوقت اجيب له الخبر بتفاصيله الصح غير ما بيسمع في الاعلام. تعال معايا واحده واحده كده، وهنقول بقى ايه زي ما بنقولوا ايه شويه الزبد بالمصري. بص يا باشا، طبعا احنا النهارده من كام ساعه
طلعت علينا جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية وقالت إن المخابرات المصرية قدرت تخترق جهاز الشباك. إزاي الكلام ده حصل؟ والعهد على الراوي. قال لك إبراهيم قالن بتاع مسؤول المخابرات التركية قبل العملية دي ب 48 ساعة جه مصر وقابل اللواء حسن رشاد، واللواء حسن رشاد أطلعوا إن في استهداف إسرائيلي لأعضاء الحركة سواء اللي في قطر أو اللي في تركيا، وعنده معلومات بالكلام دوت على عهدة وول ستريت جورنال. وارجعوا لهم، ارجعوا للأخبار وراجعوها عشان ما حدش يقول انت جبت لي الكلام ده منين يا عسيري. قال لك الاجتماع دوت تم ما بينهم، وعليه أبلغت مصر الايه الأخوة في قطر وحركة حماس. هتقول لي طب يا عسيلي، ما لو المفروض لو بلغوهم ما كانوش عملوا الاجتماع، ما دام مصر مبلغاهم بالوقت وبالميعاد فكانوا يلغوا الاجتماع ده او يعملوه في حتة تانية. لكن الاذكى من كده اللي هو لا، فاكر انت فيلم القبضة الدمية بتاع حزلقوم لما قال له خليهم هم يجروا ورا البتاع دوت ورا الجي بي اس واحنا نمشي في حتة تانية. تمام، هو ده نفس اللي حصل. سابوا موبايلاتهم، يتقال لهم كالتالي: موبايلات تتساب في الغرفة بتاعت الاجتماعات الرئيسية وتتحركوا انتوا على الجناح الاخر. فمعنى كده ان العملية جاية بتفاصيل التفاصيل. واللي احنا شفناه فعلا واللي تم ان هو تم قصف الجناح الخاص بالاجتماعات، هو ما تمش قصف المبنى ان هو يقع كله او يتدمر كله. وهم راحوا فين؟ في مكان امن او في الجناح الاخر على الناحية الاخرى خالص اللي هي البعيدة خالص. ولما تم القصف طبعا مفيش اي اصابات. لكن هتقولي طب ده بيقولوا في قتلى وفي مستشهدين وابن خليل الحية. ابن خليل الحية اتصاب فين؟ في السكن، مش في قلب المقر بتاع الاجتماعات ديت. دي نقطة ومن أول السطر. طلع بعد كده طبعا كان نتنياهو طلع يتحزم ويرقص واحنا عملنا واحنا صفينا قيادات الحركة وكلام من ده. ففجأة لقى الدنيا كلها بتطلع له لسانه: لا والله احنا يعني أحياء نرزق. وطلع بعد كده التصريحات بتاعت رئيس وزراء قطر. وعايز اقول لكم لسه كان ليه لقاء من حوالي ساعتين كده على السي ان ان، والمذيعة برضو سألته سؤال خبيث: هل تشعرون بالغدر والخيانة؟ فقال لها طبعا ده غدر وخيانة، لأن احنا المفروض يعني متعاونين وفي تفاوض بقالنا سنتين فقالت له خيانة من أمريكا؟ قال لها لا، ده أمريكا المفروض حليف لينا. طب هل في حليف ما بيكونش عارف المواعيد بتاعة الحليف الصدوق بتاعه بنيامين نتنياهو؟ ولا التوريطة؟ هنفترض يا عم ان هو مورطه وعارف، مورطه وما كانش عارف، يعني ترامب ما كانش عنده معلومية. هل الأجهزة والرادارات، ومنهم الرادار اللي قطر دفع فيه $1.1 ما قدرش يرصده، اللي كانوا بيقولوا بيشوف لحد الصين مدى 4500 كيلو متر؟ الله، ولا اتشوش عليه يا ضنايا؟ ما طلع ما بيشوفش، طلع كفيف. ففي حاجات كده بالعقل وبالمنطق. طب هنفترض ان هو ما شافهوش، الرادارات اللي في قلب قواعد العراق وسوريا والأردن كل دول يا ضنايا طلعوا ما بيشوفوش. امال السلاح الامريكي من احسن الاسلحة في العالم ليه، والدفاعات الامريكية والشوربة بالمهلبية؟ علشان بس الكلام يعني لما حد يقول يعني نسمعه من حد نبقى احنا مقتنعين ويبقى مفهوم ويبقى انا واعي للي بيدور حواليا.
دي نقطة كمان. طيب ابتدى النهاردة برضو قال لك احنا هنعمل اجتماع لازم، ودوت هيبقى اجتماع عربي، ودول مجلس التعاون الخليجي تجتمع، وان الضربة دي بتمس العرب ككل. انت افتكرت العرب دلوقتي، افتكرت ان الشرق الاوسط من ضمنه عرب ولازم يتجمعوا علشان خاطرك انت. ما انت امريكا بتحميك ومغطياك. اتأكدت ان اللي متغطي بيهم عريان دلوقتي، ودلوقتي بتقول اشوف حليف تاني هو اللي يأمن. انت اكتشفت دلوقتي ان انت ما عندكش القدرة. طب هتقول لي النهاردة حتى لو قطر كانت امريكا بلغتها ان في ضربة هتيجي عليها، كانوا هيعملوا حاجة؟ لا، ما كانوش هيعملوا. هيعملوا ايه؟ هم ما عندهمش اللي يعمل حاجة، ما عندهمش اللي يعمل حاجة. طيب نخلي الدنيا دي على جنب. طيب مصر، مصر دورها ايه حاليا؟ وشايف الرد هيبقى عامل ازاي؟ هقول لك مصر في بياناتها بالكامل، في بياناتها بالكامل، وكأن ان هي متعمدة ان هي كل يوم تثبت لاخواتنا العرب وجهة نظرها، وبتمد ايديها ليهم. وقلت لكم 2015 والرئيس عبد الفتاح السيسي طلع وقال لهم عايزين نفعل اتفاقية بتاع دوت اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وكلهم عملوا كده. كان الراجل ما بيتكلم، لدرجة ان هو كان قاعد مستغرب. يا جماعة حسوا الموضوع خطير، الموضوع فيه وجود، ولا كأن في حد بيتكلم. دلوقتي ايه اللي بيتم سيادتك؟ كله بيجتمع مع مصر. ده كمان عايز اقول لك اخواتنا التوانسه، اخواتنا التوانسه النهارده وزيره الخارجيه التونسيه كانت موجوده في مصر في مقابله مع الرئيس السيسي. ده امتى دوت؟ ده امتى؟ بعد ما قافله الصمود اللي ملهاش اي 30 لازمه برضو اللي جايه دي، وهقول لكم ليه ملهاش لازمه في عجاله كده. اتضربت طبعا بالمسيرات. حلو. فاذا برضو انت بتتكلم دول معدومه السياده. انا بعتذر، بس دول منتهكه، دول منتهكه. ليه القافله ديت والوقت دوت برضو بالذات؟ وماذا كانت بقول لك ايه، هو اقرب مينا لمواني غزه ايه؟ او اللي كانت موجوده مواني غزه، لان هي خلاص اتدمرت اساسا، وكانت مواني لا تصلح غير لمراكب الصيد الصغيره. حلو. اقرب مينا لامينا العريش. مع مصر لو عايزه تودي المساعدات ما كانت ودتها من مينا العريش لقطاع غزة، في مينا غزة. ده لو اساسا الغطس بتاعه كان يسمح، لكن الغطس بتاعه اللي يسمح ما بعده عن الشاطئ حوالي 500 متر، يعني نص كيلو. وانت جاي تقول لي بقى يعني اي حد بيفهم، لا مؤاخذة، مش زي ما بيقول له انت بتفهم بحر الابيض ولا احمر؟ اي حد بيفهم جيولوجيا يقول لك مينا غزة ما فيهاش غاطس. دي ما يعني الحاجه الوحيده اللي توصل للشط قارب، مش طالع لي بسفن ومش عارف ايه، وانت اللي هتكسر الحصار. ما احنا كان زماننا مكسور من بدري، يهبل يا ابن لهبل، لا مؤاخذه في اللفظ يعني. ففككم من الحاجات دي، فككم من الحاجات دي. مصر قاعده على قلبهم، مصر كبيره قوي عليهم. ريسنا يعني اقول لك ايه، مش يعني انا عايز كلمه بس عيب تتقال يعني. بس بص، مش بيتكتك بقى ويخطط والكلام ده. ده يعني زي ما بيقولوا جايب تفاصيل الحاجات اللي جوه. في دماغ، في تكتيك، في شغل مخابرات عالي يا بيه. ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيش مصر ومخابرات مصر. ودايما مصر كبيرة يا جماعة، ربنا حافظها قبل أي حاجة. وربنا حافظ رئيسنا، قال زي ما قال عليه بقى الرئيس محمد حسني مبارك الله يرحمه، قال لك عقر، عقر
ربنا يحفظ عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، واقول لكم شير على اعلى مستوى علشان اللي جاي يكون لحق استوى. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.